السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم سعيد إن شاء الله عليكم، يا رب تكونوا في أعز الصحة والسلامة. قبل ما نبدأ ولا نقول أي حاجة نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا جبنا معانا صدرين فرخة. صدر فرخة كنت أنا ذابحة عندي في البيت كده، فروحت ايه مشافية ايه صدر، فبروح جايبة الصدر أنا قطعته قبل كده، فأنا حبيت أوريكم. بتروحي جايبة كده على الايه، على اي حاجه عندك رخامه اي حاجه كده، وتروحي ايه مقطعه عليها. بصي شرايح كده. هنعمل النهارده حاجه جميله خالص وحاجه زي العسل. بصوا حاجه كده طعمها يعني هيخليكم تعملوها مره واتنين في الاسبوع. يلا مع بعض. حطينا صينيه على البوتاجاز ونوريكم. فمعايا علشان حطيت معلقتين زيت والزيت انقطع، فهيبقى في دوشه في الفيديو، فانا هفصل وبعد كده اوريكم لون اللحمه لما يتغير. يبقى احنا مع بعض زي ما احنا قلنا حطينا مع بعض معلقتين سمنه، مش نكتر طبعا اي ماده دهنيه، حتى لو هداكي سمنه بلد وعايزه طعم الاكل تبقى 100 100. فرحت مقطعاها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا لما تيجي تنزليها الطاسه بتكون سخنه، فممكن تلزج منك. تسيبيها خالص لحد ما بصي تفك من مكانها كده، وتاخدي اللون الابيض ده، وتسيبيها حوالي 5 دقايق او 7 دقايق لحد ما تحسها يعتبر ايه استوت نص سوا كده. نيجي مع بعض بقى نبدا الخطوه الثانيه. تعالوا معايا. مقطع معايا هنا فلفل رومي، فلفل الوان، فلفل حار اللي انت عايزاه حاره. ورحت مقطع معايا بصلتين صافيه الميه بتاعتهم. واروح جايبه معايا ايه، ورحت جايبه معايا طماطميتين خدت بس اللحم بتاعهم وصفيت الميه بتاعتهم. واروح جايبه معايا البصل مقطعاه اللي هو الايه الجوليان، يكون ايه رفيع كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا زي ما انتم ايه شايفين وانا ايه بعمله كده، وابدا انني ايه اقطع طرنشات كده او جوليان زي ما انت ايه على حسب ما انت بتقولي اهو، رفيع كده ومناسب. بسم الله ما شاء الله كده. دايما نصلي على سيدنا محمد كده. يبقى احنا مع بعض يا حبايب قلبي. النهارده احنا بنعمل ايه، احنا بنعمل حته شاورما كده علشان نتغدى بيها، نغير الطعم شويه وايه، ونوريكم احلى شاورما هنعملها النهارده في يوم زي العسل كده. انا كنت محتاره ان احنا هنطبخ ايه، فقلت والله هفكر فكره صدر الفرخه اللي عندي دي واعمل وجبه، لان احنا كلنا ايه نتغدى بيها. اعمل يعتبر 4 حبات بصل، وعلى حسب برضو في الافراد اللي ايه اللي في البيت عندي. بصوا حاجه كده زي العسل. لو انت برضو عايزه تقطعيه صغير، لو عيالك برضو مش بيحبوا البصل عادي، مش في اي مشكله. يبقى كده خلصنا معانا الكميه. نروح عند اللحمه نشوفها عملت ايه ونرجع مع بعض. يبقى معايا كده الفراخ يعتبر دهنها بتاع حوالي 10 دقايق او 7 دقايق زي ما قلنا. نبدا ان احنا ايه نطلعها كده ان شاء الله. تحسها ان هي خلاص كده يعتبر ايه استوت اهي. نبدا ان احنا نطلع الكميه دي كده ايه ونكمل مع بعض الفيديو الجميل اللي هيبسطكم خالص وهيبقى ايه في منتهى الجمال. هتاكلوها كده بس حاسبه على صوابعكم ايه. بصوا ريحتها بصي من غير اي حاجه جميله خالص. يبقى احنا كده خلصنا مع بعض الكميه كده، وبنفس الزيت او السمنه اللي في الصينيه اللي احنا ادين بيها بالايه معانا بالايه بالبصل بتاعنا ده اللي احنا مقطعينه ايه جوليان اللي هو فرنشات. نبدا ان احنا ايه نقلب كده لحد ما يدبل معانا. والفلفل طبعا مع الايه مع البصل عشان برضو ايه يدبل معانا. نسيبهم مع بعض كده بس نحط لهم البهار الاول. واروح جايبه معايا فلفل اسمر، كمون، بابريكا، بصوا حبه شطه بسيطه خالص، والملح بتاعنا في النص. واروح نازله ايه بيهم كده حاجه بصوا جميله. ومعايا طبعا فص ثوم. ابدا ان انا اقطع مكعبات صغيره كده. لو عندك انه بشرع عايزه تبشريه مش في اي مشكله، يبقى انعم ويبقى ايه احسن اهو. يبقى كده استنى بقى لحد ما ايه الخضار ده كله يستوي كده ببعضه. لو انت برضه عايزه تضعفي الكميه مش ايه اي حاجه خالص. استنى بقى اما الخضار ده كله يدبل مع بعضه كده، ونحط لكم احلى فراخ مع احلى شاورما، ونوريكم الجمال ده كله مع بعض. يبقى خلاص كده حسيت ان البصله خلاص دبلت كده. نروح كده ايه نازلين بالايه حبايتين الطماطم كده في النص، ونبدا ان احنا نقلب التشكيله الروعه اللي شكلها خرافه دي. حاجه بسم الله ما شاء الله ريحه وشكل بصوا مش قادره اقول لكم ازاي. يلا بقى نبدا ان احنا نغطي على الجمال ده كله لحد ما تاخد في بعضها كده، والطماطم احس ان هي استوت، ونحط مع بعض الايه الفراخ. يبقى كده بسم الله ما شاء الله. نروح بقى منزلين معانا الفراخ الجميله اللي معانا دي، نوزعها كده
عايزه بقى تعمليها سندوتشات، عايزه تعملي فيها شويه مكرونه كده، عايزه تعملي فيها شويه رز. بص عايزه تاكلها بالعيش كده، الله بصوا في منتهى الروعه في منتهى الجمال، يعني حاجه من الاخر. مفيش يعتبر 5 دقايق كده. بهاراتها طبعا عليها، كل حاجه عليها. عايزه تزودي فلفل، عايزه تحطي فلفل الوان لو موجود، مش فيها مشكله. نبدا ان احنا نغطي عليها. لو انت برضو ناشفه عندك ممكن تزوديها، يعتبر مثلا لو نص مج ميه برضو مش ايه اي مانع خالص. نغطي عليها كده شويه ونوريها لكم لما تستوي، ونقدمها في طبق جميل كده، ونوريكم احلى شاورما النهارده. ويوم سعيد عليكم. وبكده تكون خلصت معانا الوصفه دي. يلا بقى نقدمها في طبق التقديم ونوريكم. يبقى كده بألف هنا وصحة. حاجة جميلة، حاجة جميلة من الآخر اهي. يا رب تنولوا إعجابكم. زي ما اتعودنا نسيب بعض على لا إله إلا الله.